السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي كانت مكالمة مع الدكتور جمال، كاتب اسمه الدكتور جمال درويش، من اسكندرية. مش عارف اسكندرية هتودينا لغاية فين. المكالمة جه بعديها ان هو عجبه السن الألماني وعايز من كل مقاس 100، من 1 ل 8، وهو عارف ان السن بجنيه، هتشوفوه دلوقتي 800 جنيه. وبالفعل راحوا له في خلال الشحن قبل ما يستلموا كلمني وقال لي العرض الجاي ايه وبتاع، وعايزين بقى حاجات للتسقيط وحاجات قويه وحاجات برندات وبتاع والكلام ده كله. قلت له والله يا دكتور احنا كنا مجهزين لعرض، ده غير عرض ابن الاصول، يعني في عرض هيبقى بعد كده اسمه ابن الاصول بس مش عارف هيبقى امتى يعني. فقلت له احنا مجهزين لعرض قبل عرض ابن الاصول وهنسميه عشان خاطرك وحوش التسقيط. فاحنا بنعمل كده دايما، يا اما بنطلع فاتوره يا اما بنشوف حد معين يقترح علينا فكره ندرسها نلاقيها مناسبه نعمل عليها العرض. الدكتور جمال بقى يعني قبل ما يستلم الحاجه راح له الهدايا اللي فوق الحاجه بتاعته، مع ان ما طلبش غماز هديه، ولكن عشان الفكره كانت نابعه منه هو شحنا له الحاجه. ممكن يكون بيشوفنا دلوقتي وهيعلق. شحنا له الهديه وقلنا له احنا مشينا الفاتوره بتاعتك عرض. هنخش نشوف السونار سريعا ونرجع تاني، يلا بينا. ده السونار العفريت يا جماعه، ده مقاس 1 لغايه 8. انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8، بس ببين لك اصغر مقاس واكبر مقاس على صابع اهو. ده مقاس 8. الناس اللي اشتغلت بيه كتبت ارائها على الواتس، شايفين الحربه والراجع الخلفي عشان الطعمه ما تتزحلقش، ونشرنا رايهم على الفيس. بس جميع انواع الصيد، عزب ومالح. السنار ده يا جماعه الناس اللي متابعاني عارفين ان احنا بنبيع السن الواحد بجنيه، كيس 50 سن ب50 جنيه. وطبعا اللي قال لك غالي ومش غالي وبتاع، انا عايز اقول لك ان اخر كميه عندي واقسم بالله ما هعرف ابيع السن الواحد ب2 جنيه. ليه ومش ليه يا عم؟ هو مانع؟ هو مش عارف يا جدعان. القرش المصري ده احنا كلنا عارفينه. السن انت شايفه غالي، اشتغل بسن تاني. الناس اللي متابعاني عارفاه وعارفه قصته، وهو سعره كده، ويا رب يبقى ببريزه. هو سعره كده. والسنار الجاي لو قررت اجيب يعني هيبقى اقل واجب 2 جنيه ان لم يكن اغلى للسن الواحد. خلاص يا اخوانا، طبعا شرحناه، الناس اللي متابعه قبل كده شرحناه وخدنا اراء الناس فيه، والناس اللي اصطادت بيه بعتت لنا ونشرنا على صفحه القناه وكبار الصيادين يعني. طبعا الكاميرا مني مقرب قوي مش مبينه، انما هو اسطوره يعني. هو سنار حكايه. عامل لك العكف عشان الخيط يبقى لوحده، ربطه الخيط اهيت. الراجع ده عشان الطعميه بتاعتك ما تتزحلقش، هو فيه لوقه برضه. طول الحربه طويله. الراجع ما شاء الله عليه يعني. زي الدكتور جمال كتير يعني، في ناس بتشحن 500 سن 400 سن 200 سن 800 سن 1000 سن. فاحنا والفتره اللي فاتت دي طبعا كل العروض فيها السنار الالماني، وناس ممكن تقول انا عندي سنار الماني كتير ممكن استبدله بحاجه وبتاع. يا اخوانا احنا بنحاول نرضي الكل يعني. عملنا عرض ب 450 وعملنا عرض ب 600 وبنعمل عرض ب 2800، يعني احنا بنحاول نراضي ده وبنراضي ده. يعني الدكتور جمال لما شاف السنار، في ناس كلمتني اصدقائه عايزين برضه، فاحنا شفنا من خلال الطلب على السنار اللي احنا نعمل عرض محترم على السنار. ونظرا ان هو قرب يخلص كمان، احنا كنا جايبين كميه كبيره جدا وقرب يخلص، فعملنا العرض ده على السنار الالماني. فالعرض عباره عن 800 سن. انا عندي المقاسات من 1 ل 8، يا اما اشكلهم لك يا اما تختار المقاسات اللي تناسبك في صيدك. 800 سن ب 800 جنيه. كتير يا فوزي، ما انا عارف ان هو كتير. في سنار ال100 ب 10 جنيه، وفي سنار ال100 ب 5 جنيه، وفي سنار الباكج 10 ب 45 جنيه. الباكج 10 ياباني، وسنار فوق الروعه مكتوب موجود في مكتب الفارس في طنطا. انا شفته بنفسي، سنار حكايه واحسن من السنار الالماني. خلاص، فاحنا بنعمل يا جماعه العرض للي يناسبه، وبنشوف من وجهه نظرنا اللي احنا بنخدم. احنا قبل ما نصور عرض عارفين اللي احنا بنخدم. اتفقت معايا اختلفت معايا، دي وجهات نظر، وهتعرف دلوقتي احنا هنخدمك في ايه. هيبقى العرض عباره عن 12 عرض بس، 13 عرض بس، 13 عرض بس، عشان خاطر الدكتور جمال وعشان خاطر بتوع اسكندريه. والعرض هيبقى اسمه وحوش التسقيط. اسف طولت عليكم، وندخل في العرض. العرض 800
سن الماني، المقاسات اللي انت عايزها، ثمنه 800 جنيه. ثمن العرض كام؟ 800 جنيه. طيب هيطلع على 800 سن هديتين. اروح بقى اجيب لك عود اي كلام ومكنه اي كلام، ولا اجيب لك شويه خيط، ولا اجيب لك شويه فوسفور، ولا اعمل معاك ايه؟ بص يا سيدي عشان تعرف احنا بنعمل معاك ايه، وركز في اللي احنا بنعمله، الله يسترك، عشان يكفينا دعائك بس. يكفينا دعائك بس. مقدم العرض ابن اختي المهندس طارق طايل. اول هديه المكنه السيرس، نفس سرعه المكنه الباور، نفس الدواخل النحاس بتاع المكنه الباور. انا مش عايزك تستعجل عشان اللي جاي شديد يعني. قرب. دواخل المكنه مانوال واوتوماتيك. البودي من الكربون. هات البودي يا محمد، اللمعه اللي فيه. بالك الدراع وهو بيلف خبط في ايدي وشغاله برضه، يعني المفروض لما خبط كده توقف. لا المكنه سريعه جدا جدا جدا. تشويح، تسقيط، شغلها في اعمل بيها اللي انت عايزه. انا بزق الدراع بس، بلمس. خلاص. ادي سرعه المكنه. ما اي مكنه بتلف يا عم، ما انا عارف ان اي مكنه بتلف، انت جاي تقلش عليا. احنا بنعرض الحاجه اكنك موجود في المحل يا جماعه. احنا لما نقول البودي والحله والدواخل مش باكل بعقلك حلاوه. ما فيش حد يضحك على الصياد. الناس حتى اللي بتعلق مفكرين ان التاجر بيقنع الصياد. احنا بنشوف الحاجات دي عشان لو مش هتشتري من فوزي خالص، روح محل وشوف، وافتح الحله وشوف. يعني خد قسم العلام بس ما تشتريش. يعني بقابل تعليقات غريبه والله ومن التجار ومن الصيادين. انا مش عارف، هي بتبقى فرقه كده للانتقاد وخلاص، او للمرازيه، اسف يعني. ناس بقى بيلبلق على طول يا محمد، خد بالك يعني. يبقى اول هديه على 800 سن الماني المكنه السيرس. تاني هديه والاقوى وحاجه كده يعني انت اول مره هتشوفها عندي يعني. والله يبارك له طارق. حاجه هتاخدها يا اما تصطاد بيها، وغالبا مش هتصطاد بيها، يا اما تقتنيها كده تعلقها على حيطه بتاع. تعال اهوت. تعالى يا محمد قرب كده على الجراب الاول قبل ما نفتح. طيب البيانات دي هتوضحها، ما تعوجش التليفون. اعدل ايدك يا محمد، خلي التليفون اوضح البيانات دي. طب يا عم في ناس ما بتعرفش تقرا انجليزي زي حالاتي. ده عود سويدة يا جماعه. عود سويدة. لما يجي لك انا مستني رسالتك على الواتس. مش عارف هم مكفينونه ليه كده يا جماعه. بتوع شركه سويدة دول عندهم دقه يا حاج محمد. اللون ده ممكن يختلف، يعني ممكن يكون اللون ده، ممكن يكون لون تاني. الكرتونه بتيجي مشكله يعني. تعالى قرب كده يعني التفاصيل. ده الكعب بس يا اخوانا، ده مش العود، ده الكعب بس. ده عود صب سويدة. علق 4 مراكب في بعض وشدهم بالعود ده. تفاصيل يا محمد واحده واحده كده، وعلى الدبل وخامه العود. والتفاصيل اللي هنا. ويروح راكب هنا، بيدخل كبس تفريغ هواء. العود جبر. العود جبر مش رقع، يعني دقق قوي انت كصياد. العود اهو. خلاص العود ايه اهو. مفيش، مش هيلب اصلا يعني. لو عملت اهو، لو يلب كده العود كله هيطلع. خلاص اللي انت شايفه ده تبقى اعمله لما يجي لك عشان تعرف انا شادد بقوه قد ايه. خلاص. ادي العود. جبت البيانات من بعيد كده. باين اكيد. لا انا باين اكيد. وانا مش موجود في المحل ولا ايه؟ تمام. لا يعني انا باين يعني الشكل العام. وقرب على البيانات. الخامه اللي بتاع العود باينه، اللون الاسود بتاع العود. يبقى العود السويدة على المكنه السيرس هديه على ال 800 سن. قبل ما تفكر تطلب العرض، خد العود السويدة
ببياناته سكرين شوت، واطلع على اعلى محل بيبيع براندات فقط، اسال على ثمنه. خلاص؟ في خدمتكم التواصل واتس على 0100، صور يا محمد، 0100 73 80 187، وصور لهم الارض، لان في ناس بتحب تتصل والتليفون ده بقاش فيه شبكه، هو واتس يا جماعه بس. فتحت صور الارض يا محمد، صور يا محمد الارض 048 20 3 8866. بخدمتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.